السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنبت لنا من الأرض ما ينفعنا، والصلاة والسلام على من قال: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه. أما بعد، في عصر صارت فيه الأسعار ترتفع كل يوم، وصار الرجل يبحث عن مصدر دخل لا يحتاج إلى رأس مال كبير، ظهرت شجرة واحدة قادرة على أن تغير حياة البيت المصري. تلك الشجرة تسمى المورينجا، ويطلق عليها العلماء اسم شجرة الحياة. وليست هذه التسمية من فراغ. المورينجا شجرة تنمو في كل مكان في مصر، من الإسكندرية إلى أسوان. لا تحتاج إلى ماء كثير، ولا إلى أرض خصبة، ولا إلى سماد كيميائي، بل تنمو في التربة الرملية، وتتحمل حرارة الصيف التي تصل إلى 45 درجة مئوية. وهذه الخصائص جعلتها الأنسب لمصر في عام 2026. وقد أثبتت الدراسات أن ورق المورينجا يحتوي على 7 أضعاف فيتامين سي الموجود في البرتقال، و4 أضعاف الكالسيوم الموجود في اللبن، و3 أضعاف البوتاسيوم الموجود في الموز. وهذا يعني أن كوبا واحدا من شاي المورينجا يغنيك عن عدة أنواع من الفيتامينات التي تشتريها من الصيدلية. والسؤال الآن: كيف تجعل هذه الشجرة مشروعاً يكسبك 5000 جنيه شهرياً في البيت؟ الجواب بسيط: تحتاج إلى سطح بيتك، أو بلكونة واسعة، وإلى 10 أص كبيرة، وإلى بذور المورينجا التي يبلغ ثمن الكيلو منها 20 جنيها فقط. تبدأ بزراعة البذور في شهر مارس أو أبريل، وبعد 3 أشهر تصل الشجرة إلى ارتفاع 1.5 متر. وهنا تبدأ في قطف الأوراق، وكل شجرة واحدة تعطيك كيلو جراما من الأوراق الجافة كل شهر. وسعر الكيلو الجاف في السوق المصري يبلغ 200 جنيه. فإذا زرعت 10 شجرات، فإنك ستحصل على 10 كيلو جرامات كل شهر. وبضرب 10 في 200 يكون الناتج 2000 جنيه. لكن الربح لا يقف عند الأوراق فقط، فإن بذور المورينجا يستخرج منها زيت يسمى زيت الباني، وهذا الزيت يباع اللتر منه ب1000 جنيه لشركات التجميل. وشجرة واحدة بعد سنة تعطيك كيلو جراما من البذور، ومن كل كيلو جرام تستخرج نصف لتر من الزيت. وهذا يعني أنك إذا تركت الشجر ينمو سنة كاملة، فإن دخلك الشهري سيصل إلى 5000 جنيه وأكثر. وكل هذا من سطح بيتك، وأنت جالس في بيتك، لا تدفع إيجاراً، ولا تدفع رواتب لعمال. وقد بدأت كثير من الأسر في الصعيد وفي الدلتا هذا المشروع منذ عام 2023. واليوم في عام 2026 صارت المورينجا تصدر من مصر إلى أوروبا، حيث يباع الكيلو الجاف هناك ب20 يورو. وهذه فرصة لكل شاب يريد أن يبدأ مشروعه الخاص بلا رأس مال. ولكن النجاح يحتاج إلى شيئين: الأول أن تتعلم كيف تجفف الأوراق بالطريقة الصحيحة، والثاني أن تبحث عن تاجر يشتري منك. والتجفيف لا يحتاج إلى ماكينة، بل تنشر الأوراق في الظل في مكان جاف لمدة 5 أيام حتى تصير هشة، ثم تطحنها في البيت بالمطحنة العادية. أما عن كيفية البيع، فالسوق مفتوح. محلات العطارة تشتري الكيلو ب150 جنيها، وشركات المكملات الغذائية تشتريه ب200. وإذا صنعت منه أكياس شاي في بيتك، فإن سعر العلبة التي تحتوي على 20 كيساً يصل إلى 50 جنيها. ومن فوائد المورينجا أنها لا تصاب بالحشرات كثيراً، فلا تحتاج إلى مبيدات، وهذا يوفر عليك المال، ويجعل المنتج عضوياً 100%. والمنتج العضوي سعره في السوق ضعف سعر المنتج العادي. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. والمورينجا تسمى في كتب الطب القديم الشجرة المباركة، وكان الفراعنة يستخدمون أوراقها في علاج أمراض المعدة والدم. واليوم في عام 2026، ومع ارتفاع أسعار الخضار والفاكهة، صارت المورينجا هي الحل. فإنك تزرعها مرة واحدة، وتقطف منها كل شهر لمدة 5 سنوات. والشجرة تعيش أكثر من 20 سنة.
فإذا كنت تبحث عن مشروع لا يحتاج إلى محل، ولا إلى عمال، ولا إلى ترخيص في البداية، فالمورينجا هي الجواب. وإذا كنت تبحث عن صحة لأسرتك، فكوب شاي المورينجا كل صباح يغنيك عن كثير من الدواء. والخلاصة أن 5000 جنيه في الشهر ليست حلماً بعيداً، بل هي 10 شجرات، وسطح بيت، وصبر 3 أشهر. ومن بعدها يبدأ الدخل، ويستمر سنوات. فتوكل على الله، وابدأ اليوم. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليغرسها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المصادر: 1. منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو، تقرير 2024 عن نبات المورينجا. 2. الدكتور أحمد فؤاد باشا، المورينجا، شجرة القرن 21، دار الكتب العلمية، القاهرة 2023. 3. وزارة الزراعة المصرية، دليل زراعة المورينجا في الأراضي المصرية، نشرة 2025. 4. الدراسة المنشورة في مجلة فود كيمستري، العدو 2024، عن القيمة الغذائية لأوراق المورينجا. وفي الأرض آيات للموقنين.